السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الزبده والسمنه البلدي الفلاحي الاصلي من غير ما نشتري اي حاجه من بره خالص، ومش هتكلفنا حتى ربع جنيه، بابسط واسهل طريقه زي ما جدتنا كان بيعملوها بالظبط، وهتطلع معانا كميه كبيره قوي تكفينا طول السنه، وهتطلع مرمله ولا وكمان هنطلع منها احلى مرتة عجب العجايب. بس قبل ما نبدا، لو اول مره تشوفوني انا مش شهي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو حبيتوا الفيديو، ويلا بينا نبدا على طول. شايفين اللي انا شايفاه دوت؟ دي كميه القشطه انا مش شاريها خالص ابسولوتلي، دي كلها انا مجمعه من على وش اللبن، بجمع فيها من سنه 200 قبل الميلاد. بس علشان نطلع كميه حلوه وكبيره وملزلزه كده من كيلو اللبن، هقول لكم نعمل ايه بالظبط علشان نستفاد بكل تنتوفه منها. طبعا لازم اول حاجه نستعمل لبن كامل الدسم يكون طبيعي، ونجيبوه من حد موثوق فيه، علشان في ناس كتير بتغش في اللبن وبيحط عليه ميه، وما ينفعش نستخدم لبن معلب، مش هيطلع حلو خالص مولز، ودي اهم حاجه. اول حاجه بنغلي اللبن عادي خالص ونقلب فيه طول الوقت، وبعد ما بيغلي بنسيبه يبرد خالص، وبعدين بنغطيه وبندخله التلاجة من يوم ليومين على حسب الكميه اللي احنا غليناها. الكميه دي 4 كيلو، انا غليتها مره واحده علشان اوريكم الفرق بينها وبين كميه القشطه اللي هطلعها من 4 كيلو لبن، وبين كميه القشطه اللي انا هطلعها من 2 كيلو لبن، وهتتصدموا في الاخر ان الاتنين طلعوا نفس كميه القشطه، مع ان مفيش اختلاف بينهم، بس الفرق كله في التوقيت اللي بيتحط فيه في التلاجة. دلوقتي بعد ما سبته في التلاجة تقريبا يوم ونص، هنطلع القشطه منه، بسلك الجوانب كده بالسكينه، ولبست الجوانتي على اساس ان انا هطلعها كده كتله واحده في ايدي ملزلزه، بس للاسف ما كانتش متماسكه قوي، مع ان ما شاء الله مطلعه كميه قشطه كبيره قوي. مش عارفه انا ايه اللي عملته ده، هي المعلقه اثرت معايا في حاجه؟ ما كنت طلعتها بالمعلقه من الاول، وبرده مفيش فايده، حطيتها برده في طبق صغير لغايه لما ساحت كده واتكبت. نحطها بقى في طبق تاني. شايفين بقى كميه القشطه؟ الطبق كمان دوت حجمه حلو ومش صغير، بجمعها مع بعضها وبحطها في علبه في الفريزر لغايه لما بجمع كميه كبيره، علشان اعملها كلها مره واحده علشان اوفر وقت. وطبعا مش كل مره بغلي 4 كيلو لبن، لا انا بس عملت ال 4 كيلو لبن وهغلي 2 كيلو كمان عشان اوريكم الفرق اللي انا قلت لكم عليه في الاول، لكن في العادي طبعا بعمل كيلو بكيلو. نيجي بقى هنا، انا هنا المره دي غليت 2 كيلو بس، وبرده سبته لغايه لما برد خالص، وبعدين غطيته ودخلته التلاجة برده تقريبا يوم ونص. لما جيت اطلع منه القشطه لقيت الكميه نفس كميه القشطه اللي انا طلعتها من ال 4 كيلو لبن، والسبب هنا في التوقيت. الكميه الاولانيه كانت الضعف، المفروض كنت اسيبها في التلاجة وقت اكتر علشان تلحق تجمع القشطه كده على الوش، فما اخدتش وقتها كده في التلاجة، فانا هنا قصدت ان اعمل كده علشان تشوفوا ان الوقت في التلاجة بيفرق كتير، طبعا على حسب الكميه. نيجي بقى لطريقه الزبده. نجيب بقى حاجه غويطه عميقه كده زي حله الغساله القديمه بتاعت ماما ديت، ايوه دي حله غساله عادي، وتكون نضيفه كده وناشفه، ونحط فيها القشطه، بس لازم ولا بد تكون القشطه ساقعه جدا مش سايحه. انا كان عندي هنا جزء سايح وجزء لسه متجمد شويه، فلما حطيتهم على بعض ده عوض دوت، لكن ما ينفعش ان احنا نعملها وهي سايحه خالص، هتتعبكم مش هتنفع خالص. انا هنا حطيت تقريبا اقل من نص الكميه، وهجيب المضرب الكهربائي ونستعد بقى. قال نستعد قال من اولها كده وبهدلت الدنيا، نحفر لها بقى حفره في النص كده علشان نضربها كويس من غير بهدله، وبعدين نفضل نضرب فيها كويس قوي لغايه لما تخرز كده معانا وتفصل وتنزل ميه زي ما كانوا بيعملوها كده زمان. بس الفرق ان زمان كانوا بيعملوها بايديهم، كان مجهود كبير قوي عليهم اكيد علشان ما كانش في مضرب كهربائي. ممكن تعملوها بايديكم، بس لو في مضرب هيسهل عليكم كتير، خصوصا لو هتعملوا كميه كبيره. دلوقتي خلاص فصلت ونزلت الميه بتاعتها، انا بس قسمت الكميه ديت علشان اقدر اضربها كويس قوي. طرطشت عليه وبهدلت لي هدومي خالص، بس كل يهون يلا مش مشكله، نلبس بقى جوانتي او ما نلبسش عادي، المهم ان احنا تكون ايدينا نظيفه قوي. ونستعد لمباراه جمع الكرات الثلجيه. باخد جزء كده وبضغط عليه كويس قوي لغايه لما الميه اللي فيها تنزل كلها وتتصفى كويس، وبشكلها كده على شكل كوره، ومفيش مانع ان احنا نلعب بيها كده شويه. وبعدين ناخد كتله تانية ونكور ونحدف في الطبق. هكمل بقى باقي الكميه كلها ونرجع فاصل ونعود. تا خلصت الكور كلها، شكلها ايه ولا وده شرش اللبن اللي طالع منها، وطبعا مش بيترمي، هنعمل منه مع بعض حاجات جميله قوي ان شاء الله. احيا على جمالها وحلاوتها كده يا ناس. هقعد اتاملها لبضعه لحظات علشان تعبت فيهم، وهوب هوب ما يعديش فيديو غير لما تقع حاجه مني. نيجي بقى نسيحها، انا هسيح النص الكميه ديت، والباقي هشيلها في الفريزر لما عاوزه اطلع منها، بسيبها على نار هاديه قوي لغايه لما بتستوي، ونفضل نتابعها علشان ما تتحرقش، وطبعا مش بتتغطى خالص علشان ما تفرش، ولازم الحله اللي احنا هنعمل فيها تكون غويطه كده شويه علشان ما تفرش وتبهدل الدنيا. في الاول هنلاقيها عملت ريم ابيض كده على الوش، بنقلبها من وقت للتاني لغايه لما الوش الابيض ده يختفي خالص، وبعدين بتبتدي بقى تعمل المرته من تحت. المرته دي ما اتحرقتش ولا حاجه، بس الزبده لما بتتسيح في حله غير الالومنيوم بتعمل كده عادي. حابين في الاخر تحطوا رشه ملح حطوا، بس انا مش حابه ان انا احط المره دي. في بقى ناس بتسيح القشطه كده على طول من غير ما تعملها زبده، بس انا مش بفضل الطريقه دي خالص علشان لو اتعملت بطريقه غلط ممكن تتحرق. نسيبها تهدى شويه، وبعدين نجيب برطمان يكون نضيف وناشف كويس قوي ونعبيها فيه. برافو عليا، كنت خايفه تتقلب وانا بحطها، سقفوا لي بقى. شايفين المرته الحلوه دي اللي طلعت؟ السمنه بقى علشان تطلع مرمله بسيبها ما بغطيهاش خالص لغايه لما بتتجمد كده لوحدها بره التلاجة.
في الشتاء تقريبا عبال ما بتتجمد بتاخد تقريبا نص يوم، في الصيف ممكن تقعد يومين ولا حاجه عبال ما بتتجمد، وكل ما بتقعد بره التلاجة اكتر بترمل اكتر، ففي الصيف بترمل اكتر كمان من الشتاء. ولو حابين تسيبوها بره التلاجة سيبوها مفيش مشكله، لكن لو الجو حر قوي دخلوها التلاجة بعد ما بتجمد. حابين بعد كده تسيبوها بره التلاجة في الشتاء مش بيجرى لها اي حاجه خالص، لكن لو الجو حر قوي ممكن تشيلوها في التلاجة بعد ما بتجمد. المرتة بقى ديت انا كنت بسمع الناس بتقول كانوا بياكلوها وهم صغيرين في عيش كده مخبوز وسخن مع سكر، بس انا عمري ما جربتها، فحبيت ان انا اجربها دلوقتي واشوف الاختراع الغريب دوت. بما اني ما عنديش عيش مخبوز حاليا حطيتها في عيش فينو كده، بس سخنت المرتة الاول كويس قوي علشان تبقى سايحه كده ومش متجمده، ورشيت عليها رشه كده بسيطه من السكر ونجرب بقى. بس للاسف اتصدمت ولقيتها حلوه قوي، قلت يا ريتها ما عجبتني عشان ما اضطرش اكل منها تاني بس مش اكتر. بصوا بقى بعد ما جمدت مرمله كده وطعمها ايه فلالي. دلوقتي كمان عشان الجو ساقعه، فلو كان الجو حر كانت هترمل اكتر من كده بكتير. وانا بسيحها بقى على النار كنت شامه ريحه كاني كده بعمل رز معمر، كان ريحتها حلوه قوي كمان احلى من اللي بنشتريها من بره واحنا بنسيحها. وبس كده خلاص خلصنا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى اللي عنده اي معلومه تخص الزبده انا ما قلتهاش يقول لي عليها عشان اخد بالي المره الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو حبيت الفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.